تفتكر إيه اللي ممكن يبقى بيجبر الأهلي يروح يجيب إمام عاشور وزيزو وسام أبو علي ويقعد يدوّر على فروة سوبر وما يلاقيش، ويقعد يدوّر على بديل لعلي معلول وما يلاقيش، إلى أن يلاقي بالعمري؟ إيه اللي بيخلّينا نجري الجري ده ورا لعيبة وندفع لهم بالدولارات حتى لو يستاهلوا، بس فين قطاع ناشئيني؟ ودي حاجة مشكلة موجودة في الأهلي من أيام مانويل جوزيه. الحاجة الوحيدة اللي بتستفيد بيها من قطاع الناشئين على مر يعني الأوقات حراسة المرمى. يعني بغض النظر يطلعوا حلوين أو وحشين، بس اللي بيطلع لك منها ناس، وأنا باتكلم طبعًا في الحقبة الحديثة. يعني طلع لك شريف إكرامي ماشي، بغض النظر إنه سافر ورجع وبتاع، بس ده من عندك طلع. مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، مين تاني؟ دول اللي أنا أبقى فاكرهم. الباقيين كلّهم عصام الحضري كان واكل الأخضر واليابس، وكان بقى كلّها حراس مرمى بتبقى يعني بتشتريها تيجي تقعد وتمشي. لعيبة، لأ، تعالَ بقى نتكلم من أيام مانويل جوزيه، ودي حاجة مش بس مرتبطة بالمدربين أو المديرين الفنيين، دي حاجة كمان مرتبطة بسياسة النادي. المشكلة عند المدير الفني والّا عند النادي والّا عند اللي بيدير الكرة؟ هنتكلم في كل الكلام ده. أنا عمر زايد ودي الوحدة 24 HD. هنرجع كده بالزمن من أول ما إدارة مجلس إدارة كابتن الخطيب تولت المسؤولية برضه، نشوف طلّعوا كام ناشئ ونشوف التوجه ونشوف المشاكل فين. ويعني ربنا يكرم بإذن الله والأهلي حاله ينصلح. قُل لي نعيمًا واعمل follow لكل السوشيال ميديا اللي هتظهر قدّامك دي، ويالّا بينا كده في الرايق واحدة واحدة وتاتا تاتا، عشان أنا قصة اليوتيوب دي إيه، خلاص دخّلتها موسوعة عمر كابو. اوعى القطر يا عم الحاج. شوف يا صديقي العزيز، أي حاجة في الدنيا أساسها الإدارة، يعني عشان نبقى متفقين بس. فليه إحنا طول الوقت بنلوم أو بننتقد الإدارة؟ لإنه في نهاية الأمر أنت لو معاك كل الفلوس، كل الموارد، كل الإمكانيات، وكل القصايد بتاعة مروان خوري كأغنية، برضه ومعاكش إدارة كويسة، ولا أكنك معاك حاجة. فأي بُص، لو بتدير كشك، يعني لو عنده كل الشباسي والبباسي و والمقرمشات والشوكولاتات وكل حاجة، بس ما بيعرفش يقسّط للتجار، هيلبس. لو مش عارف يعرض بضاعته هيلبس. لو مش عارف يعيّن العيال اللي شغّالة عنده إن ينضّفوا الحاجة ويخلّوا السوبر ماركت أو الكشك شكله حلو، هيلبس. هي في النهاية إدارة. لأيًا كانت إيه المؤسسة أو المكان. فإحنا بنتكلم عن النادي الأهلي، وما تزعلش مني مع كامل احترامي لنادي الزمالك، ولك في نادي الزمالك مثال ومثل وحي يُحتذى به. في خربقة حاصلة، عليهم ديون متلتلة، ويمكن دي حاجة من إيجابيات مجلس إدارة النادي الأهلي على مر العصور. وبما إن بنتكلم عن مجلس إدارة الخطيب، عشان ده اللي إحنا في الحقبة بتاعته يعني مع حفظ الألقاب، دي طبعًا حاجة من الحاجات اللي تُحسب له. هو زي يعني هو النادي الشعبي أو النادي الجماهيري الوحيد اللي مش مديون يكاد يكون. يعني بقية الأندية الجماهيرية بتعاني، هتقعد تقول لي بقى أصل مش عارف مين بيقف جنبه، أصل فلان بيدعمه، أصل الزمالك لمّا كان على هواه تركي الشيخ راح خد منه فلوس. اتفقنا بقى إن كل واحد عنده بيعة بيصدّرها وقت ما بيبقى عايز، عشان بس ما تعمليش فيه إن في حد فيهم إيه، ملاك بريء طاهر. no way، كله اللي تكسبه العبه. وأنا باتكلم هنا على الأهلي دلوقتي عشان أنا اللي يعنيني الأهلي في النهاية، عشان راجل أهلاوي. طيب، الإدارة على مر العصور في النادي الأهلي اللي أنا عاصرتها برضه، عشان ما ابقاش باتكلم في حاجة زمان. خلّيني طَب أبدأ لك من زمان، معلش أنا آسف. زمان أنا كنت سمعت من أبويا وسمعت وقائع إنه مثلًا الأهلي في وقت من الأوقات مع كابتن محمود الجوهري تمرّد نجوم الأهلي، فقرر محمود الجوهري إن هو هيفنكش كل النجوم وهيلاعب ماتش وهيلاعب الزمالك بالناشئين، ولعب الزمالك بالناشئين وكسبهم 3-2 إن كنت مش غلطان. وأظن الناشئين دول وقتها كانوا حسام حسن وكده. طبعًا مش فاكر الجيل بتاع الكابتن حسام حسن مين، بس يعني دول اللي كسبوا الزمالك 3-2. تمام، تمام. دي حاجة من زمان أهي. وبعدين لمّا جينا بقى في الفترة اللي أنا عاصرت فيها كورة وافتكرت فيها الكورة وكده، اتفرجت فيها على كورة يعني. إيه افتكرت دي؟ اتفرجت فيها على كورة. إحنا بنتكلم في بداية بقى مثلًا إيه، أواخر التسعينات أوائل الألفينات. آمم من بداية كمان حقبة مانويل جوزيه بالأخص يعني، أنت ما بقاش عندك حاجة اسمها ناشئين. هتقول لي إزاي؟ هاقول لك زي السكر في الشاي. كل الناشئين اللي مانويل جوزيه طلّعهم ما كانش بيصبر عليهم وانتهوا. يعني في بالي كده أهو سريعًا ممدوح جازي، ده سريعًا كده، فاهم؟ مانويل جوزيه ما قدّمش للأهلي الناشئين، اللي أنت يعني تقدر تقول عليهم ناشئين. ممكن يبقى في 1 أو 2 ساقطين من بالي، بس ما أتذكّرش حد فَذ يعني. يعني أنت برضه جاي بتتكلم في حقبة كان الصراع فيها مُشتد جدًا بين الأهلي والزمالك على لقب الدوري أواخر التسعينات أوائل الألفينات، بغض النظر إن الأهلي يعني كده خَد معظم الألقاب كدوري.
بس كان فترة فيها فرق تانية شادة حيلها غير الأهلي، والأهلي كان ممكن يبقى مش في أفضل حالاته ومع ذلك كان بياخد دوري وبتاع كده، كان ساعتها الإسماعيلي لسه واقف على حيله، فيها في الفترة دي طبعًا دوري سيد عبد النعيم وإنبي الشهير، كانت الأندية لأ شادة حيلها وماسكة نفسها، فاللي أقصد أقوله لك من ده إيه عشان برضه تفهم كلامي، إنه كانت المنافسة شرسة، أشرس من دلوقتي بكتير، ما كانش في بس الأهلي والزمالك، كان في أهلي وزمالك واتحاد كل دول واقفين على رجلهم، حتى في فرق المؤسسات اللي هي اتحاد الشرطة، الجيش، كانت فرق جامدة جدًا، ما باقولكش بتنافس على الدوري، بس كان عادي جدًا تخسّرك، مصر المقاصة مع كابتن طارق العشري مع كابتن طارق يحيى أنا آسف، كانت فرقة بايخة جدًا، ده طبعًا في وقت متأخر يعني لمّا باكلمك مصر المقاصة دول بعد كده بقى اللي هو وبالأخص في سنة 2010 أظن أو 11 لمّا وقّعوا الزمالك في ماتش عمر النجدي الشهير، كابتن طارق يحيى قصاد كابتن حسام حسن. فكان في منافسة شرسة حتى من أندية المؤسسات، فعشان كده كان الأهلي والزمالك والأهلي خلّينا نتكلم عليه بالأخص ما عندوش البراح بتاع إن أنا أطلّع ناشئين وأجرّب لإن أنا ما ينفعش أخسر بطولة، متفهم ده، بس في نفس الوقت المكاسب مش كلّها بطولات، المكاسب في جزء منها إنك بتبني جيل لقدّام، زي برشلونة، زي ما بنشوف، يعني برشلونة من أحسن الأمثلة اللي تضرب بيهم قصة الناشئين دي، آمم فأنت ما طلّعتش حد خالص، على مَر العصور بقى، من بداية حقبة جوزيه التاريخية، إلى أن جيت بقى ممكن يبقى كابتن حسام البدري مثلًا طلّع لك شهاب، أو أنا برضه عشان التواريخ ما تخشش معايا في بعض، مش فاكر شهاب طلع قبل كابتن حسام والّا مع كابتن حسام البدري، بس الحقبة دي على الأقل تعالَ نقول إنه اللي لعب وتألّق فيها، ممكن يبقى الناس دي طلعت من قبل كده، بس لعبوا وتألّقوا في عهد حسام البدري، اللي ادّاهم فرصة، ماتش الأهلي والاتحاد الليبي والشوطة الشهيرة بتاعة شهاب الدين أحمد، شكري، عفروتو، أظن دول كلّهم كانوا مع كابتن حسام البدري، وكانوا أظن ممكن برضه يبقوا لحقوا مانويل جوزيه لإني برضه مش متأكد يعني، بس آآ الفترة اللي لمعوا فيها ممكن تبقى في الحتّة بتاع كابتن حسام بدري، بس فين الناس دي بعد كده؟ هل أنت تبنّيتهم؟ هل ادّيتهم فرص؟ المشكلة في الفرقة، المشكلة في الإدارة، المشكلة في المديرين الفنيين، المشكلة فين؟ ما عنديش ردود جذرية في الحتّة دي، بس باشوف إنه في جزء على الإدارة كبير، إن أنت بتجيب المدير الفني سواء جوزيه، حسام البدري، محمد يوسف، عبد العزيز عبد الشافي، فتحي مبروك، أيًا كان مدير فني دائم، مؤقت، بيبقى شغلك شاغل معاه، وطبعًا عشان الجماهير ما تفرمكش إنك لازم تاخد البطولات، لازم تاخد البطولات، لازم تاخد البطولات، فبرضه المدير الفني معذور إن هو النهارده مش هينزل يبُص في قطاع الناشئين ويحاول يطلّع لك كوادر، لا يا باشا، أنا أروح أجيب صفقات على الجاهز، ويالّا هاجيب فلان وعلان وترتان وبتاع عشان دول اللي يقوّموني، واروح اجيب هداف الدوري واروح اشتري مش عارف مين وفلان العب بناس اوريدي انا شايفهم في الدوري وجاهزين ودايرين، بدل ما اطلع من تحت واحد ولسه اقعد اجرب فيه بقى واشوف وابن النادي لا، فالمدير الفني معذور ومجلس الاداره الى حد ما معذور عشان الجمهور برضه واقف له بالفلكه والكرباج، بس مجلس الاداره برضه بقى عليه اللوم الاكبر بالنسبه لي ان انت زي ما قلت لك اللي بتدير، انت اللي حاطط الاوبجكتيفز والميشن والفيجن والجول اللي هو عايز توصل لايه وهتوصل له ازاي، وكل قد ايه هتطلع كام ناشئ وكل قد ايه هتحقق استثمارات، طب هاخد البطوله دي السنه دي، لا السنه الجايه هضحي بالبطوله الفلانيه من اجل ان انا ابقى بلعب فيها بناشئين، وعد على ده كتير زي ما بيحصل دلوقتي في كاس الرابطه ولا يؤتي بثمار. ف طلّعت كده أنا قُلت طب تعالَ نتكلّم في العهد الحديث من 2018، 19 بما إنه دي الحقبة اللي تقريبًا جه فيها كابتن محمود الخطيب، ودي الحقبة اللي إحنا بنتكلّم عليها وبننقدها وبننتقدها كمجلس إدارة، عشان عايزين منهم الأحسن دايمًا، عملوا إنجازات ما عملوش إعجازات، تاني باكررها لك وقُلتها لك في كل حلقاتي، إن كل البطولات اللي جابوها دخلت خزائن النادي الأهلي قبل كده، فهُم جايين يكمّلوا على اللي موجود، الإعجاز اللي عملوه والابتكار اللي ابتكروه ويُحسب لهم كمجلس إدارة منفردين هو الاستاد قولًا واحدًا، ويمكن ممكن أقول لك حتّة من الbrand positioning بتاعة الأهلي أضافوها جديدة، بس الأهلي كbrand موجود، وpositioning موجود من العصر الذهبي بتاع كابتن حسن حمدي، بس هم برضه واكبوا العصر وواكبوا التطوّر وقدروا يعملوا شوية deals ويدخّلوا فلوس وارتقوا بالحتّة دي الصراحة، حتّى كمان شغل الdigital وشغل الأهلي يعني لأ، اتعمل فيها مجهود بصراحة يعني. 2018، 2019 وأنا يعني باقلِّب أهو كده، خلّينا نشوف اللعيبة ونراجع مع بعض واحدة، واحدة. يمكن دي كانت بداية مجلس إدارة النادي الأهلي، وأنا هنا بافِر في الiPad، خلّي بالك شغل مُجرم أنا، مُجرم iPad.
انت بتتكلم في قائمه 2018 2019، وحاولت طبعا بقدر الامكان ان انا اجيب القوائم صح، عشان يعني النت عندنا في مصر بعافيه شويه، والاحصائيات والحاجات دي بتبقى يعني على خير ان شاء الله. زي ما قلت لك، انت في حراسه المرمى يمكن هي الحاجات اللي انت بتستفيد منها شويه. طبعا انا في اول حلقه لما ذكرت حراسه المرمى وقلت طلع لك شريف اكرامي وفلان وفلان، وطبعا محمد الشناوي من ناشئينك يعني. قائمه الاهلي تعال نبص كده عليها 2018 2019 كان فيها كام ناشئ. ويا ريت يا جماعه دايما لما يسقط مني معلومه او يختلط عليا الامر في معلومه، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات جدا، لانه في النهايه انا بحاول احضر واجتهد، وبالذات في المعلومات والارقام، واحاول اطلع حاجات مظبوطه واحصائيات مظبوطه. وجل من لا يسهو، يعني طبيعي الواحد يبقى ليه اخطاء، فدايما اي حاجه عشان دايما احب اوصل المعلومه صح، يعني ما بحبش اقول حاجات مضلله على الاطلاق، يعني احب اوصل المعلومه كما يجب ان تكون. في حراسه المرمى عندك محمد شناوي، شريف اكرامي، علي لطفي. طيب دول اتنين من ناشئينك، بس مش هنحسبهم بقى ان دول طلعوا في العهد ده، احنا هنتكلم على الناشئين اللي طلعوا في عهد 2018 2019 حتى الان يعني. تمام. طيب علي لطفي، علي معلول، ايمن اشرف، سليف كوليبالي المساك، سعد سمير، محمد هاني، احمد فتحي، رامي ربيعه، محمود وحيد، ياسر ابراهيم. طيب انا هقول لك على حاجه حلوه برضه، عشان ايه ندي كل ذي حق حقه، سواء المجلس ده او المجالس السابقه. تمام. ايمن اشرف، سعد سمير، محمد هاني، رامي ربيعه، دول من عندك طلعوا في عهد اللي طلعوا معاه. واظن صححوا لي في الكومنتات، او بلاش قولوا لي انت في الكومنتات، ايمن اشرف، سعد سمير، محمد هاني، رامي ربيعه طلعوا في عهد مين على ما اتذكر، او مش على ما اتذكر. رامي ربيعه اللي طلعه كابتن عزيز عبد الشافي في فتره من الفترات لما كان جاي مدير فني مؤقت. سعد سمير على ما اتذكر انه كان مش عايز الوش الصراحه، بس ممكن يبقى كابتن حسام البدري يعني. محمد هاني اظن برضو كان حاجه في الفتره اللي هي كان فيها بقى ما بعد مانويل جوزيه دي طبعا، يعني اللي هو حسام البدري، محمد يعني حاجه في الحته دي يعني. طيب ماشي، دي ناس هم ناشئينك، شيء كويس معتمد عليهم. تمام. خط النص السوليه، حسام عاشور من عندك، ده شيء جميل حلو، ده مانويل جوزيه. وليد سليمان، حمدي فتحي، كريم ندفد، ده طبعا حسام البدري يعني. رمضان صبحي، وده طلع في الدوري بتاع المجموعتين، والحقيقه مش متذكر مين اللي كان ماسك الاهلي في دوري المجموعتين. حسين الشحات، شريق، جيرالدو، اسلام محارب، ناصر ماهر من تحت عندك، صالح جمعه، احمد حمودي. اكتبوا لي كان مين اللي ماسك الاهلي في دوري المجموعتين، لان انا ناسي خالص. الدوري اللي كان الزمالك ماسك، ميدو ماسك في الزمالك، دوري المجموعتين ده اظن كان كابتن محمد يوسف يعني. صححوا لي. وليد ازارو، بص بقى اللي جايه دي، مروان محسن، صلاح محسن، جونيور اجاري، محمد شريف. ما عندكش فيرود على الاطلاق في 2018 2019 دي، ما عندكش فيرود من ناشئينك. ويمكن انت من ساعه عمرو جمال اظن، اتذكر من ساعه عمرو جمال، طبعا سيبك من عماد متعب طبعا، بس قصدي كواحد صغير طلع بعد عماد متعب يعني بكتير طبعا. من ساعه عمرو جمال ما افتكرش انت طلعت فيرود من تحت يعني. صححوا لي يعني. فاكر زمان كنت مثلا عندك محمد طلعت، ده واحد من الناس برضو اللي مش عارف راحت فين من ضمن ناشئيننا. مصطفى شبيطه واحد من ضمن الناس من ناشئيننا. وخلي بالك انا ما بتكلمش انه كلهم كانوا كويسين، يعني مش شرط، بس انا بتكلم انه هل تم الاستفاده منهم ولا لا. دلوقتي الناس اللي طلعت دي هل تم الاستفاده منهم ولا لا. يعني الفكره عامه احنا بنناقش فكره ليه الناشئين مش بياخدوا دور اساسي معايا، واروح اجيب ارقام هلاميه وخرافيه يعني. تمام. فانت عندك ايه لو هنقول يا عم في المطلق يعني، عندك شناوي، شريف اكرامي، ايمن اشرف، سعد سمير، محمد هاني، رامي ربيعه 6، ماشي، حسام عاشور 7، كريم ندفد 8، رمضان صبحي 9، والله وناصر ماهر 10 من اصل قايمه فيها مثلا ايه، ما والله الواحد مش عارف السنين دي كانت القايمه فيها 25 ولا 30، بس قول 10 من اصل 30، يعني تلت القايمه ناس كانوا طالعين من الناشئين بتاعتك سواء في الحقبه دي او قبل كده. حلو، جميل، والله ده شيء جميل جدا. وفي منهم طبعا اللي خرج من الاهلي ورجع تاني زي شناوي زي ناصر ماهر بتاع، بس تمام، حلو جدا، لذيذ. 10 تمام، مفيش منهم زي ما بقول لك طلع في الفتره دي، بس حلو، بنعتمد على الناشئين ومدينهم دور من وقت ما طلعوا لسه مكملين معانا. وهنا نقف عند النقطه المهمه اللي احنا كلنا بنتكلم عليها دلوقتي، عشان تريزيجيه الوحيد اللي بيلعب عنده بنقول في كره القدم حميه، او عنده دم.
مش شتيمه، عنده يعني جرينتا. احساسه بالمسؤوليه، تربيته في النادي الاهلي، احساسه بالتيشيرت، غيرته على النادي، بيعدي شريط طفولته قدامه وتربى في المكان ده وعايز يعني فاهم يعتلي اعلى القمم مع النادي الاهلي ويعلو باسم النادي، والكل دي حاجه باينه وواضحه. والراجل اتحط عليه مني ومننا كلنا لما ضيع ضربه الجزاء في كاس العالم، وهو ما كنتش طايقه بكل امانه، الى ان الراجل رجع نفسه مره والتانيه والتالته وبقى هداف الدوري وهداف الفرقه وهداف افريقيا من قبل ما نخرج فيها. فتحس انه طب الله، طب ما انا اللي بيشيل لي ولادي. وخلي بالك يعني هكلمك على محمد هاني مثلا. محمد هاني ممكن ما يبقاش اعظم باك يمين في مصر، وبالتاكيد هو مش اعظم باك يمين في مصر، بس بيديك اللي يقدر يديهولك، بيديك المجهود، بيديك العرق، بيديك بيبذل مجهود لاحساسه بالمسؤوليه وان انا جزء من هذا المكان. دي حاجه بتفرق جدا. محمد هاني اللاعب اللي بقول عليه دايما بيديك ال 70 80% ثابتين على مدار الموسم، هي دي امكانياته، بس بيديك كل امكانياته. وانا قلت قبل كده انا العب بلعيبه تديني ال 70 80% اللي عندهم كلهم، يديني كل ما اوتي من قوه، ان شاء الله لو قوته دي يا عم 70 80 60 50، بس يبقى بيديني كل طاقته، احسن ما اجيب لعيبه 200% بس بيدوني من ال 200 دول 10 و5%. انا لو عندي 2 من اللعيبه اللي هم 200%، ولا عندي 3 4 منهم في الفرقه 200%، بس بيدوني منهم 5 6% 10%، الفرقه تبوظ. ده الوضع اللي انت فيه دلوقتي السنه دي، تمام. وفي منهم بيديك مجهود قليل بغصب عنه، وفي منهم بيديك بمزاجه عشان هو نمرود وبيتبطر، وهنتكلم عنهم برضه. فانت بتتكلم تلت الفرقه هنا كانت ناشئين او اساسهم ناشئين، يعني عشان انت بس تبقى معايا على الخط يعني. واتمنى يا جماعه اي معلومه تاني بكرر بقولها يبقى فيها خلط او حاجه، انا في التاريخ والارقام بحاول بقدر الامكان اجيب معلومات واحضر مظبوط، بس انا الحته دي بخاف منها جدا من الداتا على السوشيال ميديا في مصر، عشان في كتير بتبقى داتا مغلوطه يعني. فبحاول اعتمد على الذاكره واطلع واسال واعمل، واتمنى يبقى يعني المجهود في محله وفي مكانه. تلت الفرقه 2018 2019 كانت من او اساسها من الناشئين. تعال نبص على 19 20 وبعدين نبص على 20 21. طيب 19 20 تعال معايا بقى، نفس الكلام برضو. الشناوي علي لطفي علي لطفي الشناوي علي لطفي، مشي شريف اكرامي، بقى فيه مصطفى شوبير. في خط الدفاع علي معلول، نفس الناس تقريبا، معلول، محمود وحيد، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمود متولي، محمد هاني، احمد فتحي، سعد سمير. نص الملعب استقطبت اليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي، حسام عاشور، قفشه، صالح جمعه، وناصر ماهر. واستقطبت حسين الشحات، كان عندك، وعندك جونيور اجاي، رمضان صبحي، وليد سليمان، محمود كهربا، احمد الشيخ، جيرالدو، مروان محسن، اليو بادجي، صلاح محسن، محمد شريف، وليد ازارو. وما زالت القائمه تخلو من فرود واضح وصريح من فراوده النادي الاهلي. رمضان وينج او صانع العاب، محمود كهربا كهربا من ابناء النادي الاهلي وناشئين الاهلي كل حاجه، بس هو يعني مش الفرود يعني برضه ماشي. فهنحسبه فرود مش هنحسبه وينج، تمام. قلنا ان هو وينج يعني، بس تمام. او فرود يا عم ماشي عشان ما نزعلش. وفي جوه بقى فاهم انت معبي حسين الشحات واجاييه وجيرالدو وميرالدو وفيرالدو، معبي بقى، معبي ناس. نفس الكلام يمكن عندك مشي من نص الملعب ناصر ماهر في السنه 19 20 دي، بعديها مشي اظن او قبليها، لا مش في السنه دي، لا انا اسف، مشي بعد كده. عندك برضو تقريبا نفس الناس، بس برضو مفيش حد طلع يعني. بنتكلم على ناس اوريدي كانت موجوده من قبل 2018 2019، مفيش حد جديد ظهر لي في الحقبه دي، الناس كلها بتلعب بقالها سنين. بس زي ما قلت لك هنعتبرهم من ناشئين الاهلي، والاعتماد عليهم شيء كويس، تمام. عايز اقف عند نقطه هنا شويه بعيدا عن الناشئين، مرتبطه بفكره انه ازاي تستغل الناس اللي اديتك كل ما اوتت من قوه، حتى لو مش ناشئين. معلش هاخدها في حلقه الناشئين. حسين الشحات ابرز المساهمين في موسم 2019 2020، بتتكلم 23 مساهمه، 12 جون و11 اسيست. وطبعا الهدف الشهير بتاعه في ماتش السيمي فاينل قدام كان الرجاء في استاد القاهره، لما راح فارش الولا فاهم محمد مجدي قفشه، 21 مساهمه، 9 اهداف و12 اسيست. وطبعا التسع اهداف دول يعني مش محتاج اقول لك،
مش محتاج اقول لك يعني. لا يا ربي، ده اللي انا بضحك عليه ده كان في الموسم اللي بعده 2021. جونيور اجاييه 20 مساهمه 13 هدف و7 اسيست. علي معلول 19 مساهمه 9 اهداف و10 اسيستات باك ليفت. تمام، 9 اهداف الباك ليفت، 9 اهداف الباك ليفت. فاهم حاجه؟ يعني جايب اجوان زي صانع الالعاب محمد مجدي قفشه. واول واحد جونيور اجاييه 13، اللي بعديه حسين الشحات 12، قفشه ومعلول الاثنين 9 اهداف. قفشه بس يفرق اسيستين عن علي معلول زياده، وده طبيعي عشان ده بلاي ميكر. بس انت فاهم الارقام. طب الناس دي انت استغلتها بقى؟ لا، ما استغلتهاش. عملت ايه انت؟ حسين الشحات رحت راكنه. ليه؟ عفى عليه الزمن. طب لما احتاجته في ماتش الزمالك ما هو نزل. هتقول لي يا عم ما هو بينزل ما بيعملش حاجه. اقول لك ماشي، ما انت ما تنزليش حسين الشحات وانت خسران من الترجي 3 وعايز تجيب 4 تجوان. ما هو مش سوبر مان. طب انت ليه اصلا فجاه بتقرر تجنب الناس؟ ليه بعد ما الناس بتبقى بتديك الماكسيمم كاباسيتي بتاعتها وماكسيمم كواليتي تيجي تقوم مجنبهم؟ ليه؟ ايه السبب؟ ايه المغزى ان انت فجاه تخسر قوه زي دي؟ محمد مجدي قفشه جاله وقت كنا كلنا بنتخلق عليه، ويا عم حرام عليك، يا عم ما عملتش انت حاجه غير القضيه، يا عم يا عم يا عم، كل الكلام اللي بنقوله بانفعالات ده، ونبقى ساعتها منفعلين ومتضايقين وبنقيم بالقطعه. بس طبعا لما بنهدى ونقعد ونفكر بتلاقي محمد مجدي قفشه اضاف لك بالتاكيد، زي ما انت ديفينتلي ضفت له. بس اضاف لك، بكلمك موسم اهو، يمكن ده كان اول موسم ليه. لو انا مش غلطان 19 20، 19 20 كان اول موسم ليه. جايب الراجل من ابرز المساهمات في فريق الاهلي. ففين محمد مجدي قفشه؟ عملت فيه ايه؟ ده اول كام موسم. 19 20 ده كان اول موسم لمحمد مجدي. عملت فيه ايه؟ انت دمرته، طلعته اعاره في الاتحاد. ومبسوط له جدا في الاتحاد بالمناسبه، يعني لانه انا شايف ان محمد مجدي قفشه ده لازم يرجع. بص، مش اعظم لعيب، ما بقولكش ان هو زين الدين زيدان، بس هيلعب وعنده دم. الكلمه اللي انا بقولها واتمنى الناس تفهمها، هيلعب وعنده كده، فاهم؟ بيتنحرر. فاهم قصدي؟ عمرو السولية واحد برضو من الناس، 8 اهداف 8 اسيستات. قررت ان عمرو السولية كبر وبتاع ومش عارف ايه. طب هو في سيراميكا بيبدع. دي بقى اخطاء ايه؟ مجلس اداره بالنسبه لي، مش مدير فني. ليه؟ انا كمجلس اداره عندي رؤيه اكتر من المدير الفني الاجنبي في اللعيبه المصريين. ببقى عارف مين كويس من اللعيبه دي، ومين اضاف لي ومين ما اضافليش، وانا متمرس في الدوري المصري عن المدير الفني الاجنبي. فهنا بقى اللي هو، طب مش هقول لك ارغم المدير الفني الاجنبي، لا يا عم مش ترغمه. رغم ان انت بالمناسبه المفروض تبقى بتجيب مديرين فنيين بناء على اهدافك. يعني انت اهدافك دي اللي هو ايه؟ انا عايز اطلع كذا ناشئ، وعايز يبقى عندي مشروع، وتحط استراتيجي وخطه بجانب البطولات. والله يا معلم السنه دي احنا عندنا 5 بطولات، عايز مثلا بضرب مثال طبعا، مثلا عايز اخد الخمسه واطلع مثلا 2 3 ناشئين. فالمدير الفني يقول لك لا والله صعب، انا ممكن اخد ساعتها كده 3 بطولات بس هطلع لك 10 ناشئين وهنضحي ببطولتين، وتقعدوا تظبطوها. ما هو ده بيحصل في الدنيا كلها. ممكن يبقى ما بيعلنش الا بعد انتهاء الموسم، مثلا انه يقول لك والله يا جماعه احنا كان عندنا خطه السنه دي ان احنا نعمل كذا كذا، والحمد لله تخططنا كذا كذا. مش انت بتشوف ايمن الشريعي مثلا مع حفظ الالقاب في نادي انبي بيقول لك احنا نادي انبي بيبقى عندنا خطه ان احنا نسوق اللعيبه بالرقم الفلاني ونطلع بالرقم الكذا وكذا. خطه. يعني يعني ما اكيد هنعرف نعمل ده في الاهلي، واكيد بنعرف نعمله يعني. مشيت عمرو السولية، يعني فقدت واحد زي عمرو السولية، فقدت واحد زي علي معلول بطريقه بشعه. عشان مارسيل كولر قال لك مش عايزه بتاع بشع. ادي علي معلول النهارده في الترجي، في الصفاقسي، انا اسف. علي معلول عامل اسيستات اكتر من ال3 باك ليفت اللي عندك، شكري وكوكا وبالعمري. اكتر من عامل 10 اسيستات علي معلول. جونيور اجاييه الفيرود، الوينج يمين، الوينج شمال، اللي لو لعبته في نص الملعب ما كانش بيقول لك لا برضه. فجأة كده هوبا يلا يا عم اجاييه اتكل على الله. قفشه قلنا عليه، وحسين الشحات. فبس انت محتاج برضه زي ما اقول لك، قدر ناشئينك، قدر الناس اللي اديتك، وما تمشيش ورا الجمهور سواء بتاع المدرجات او بتاع السوشيال ميديا. احنا اكبر من ان احنا يتضغط علينا من جمهور. احنا اكبر من كده بكتير، ومجلس الاداره ده فيه قيم وقامات يعني اكبر بكتير من ان هم يتضغطوا فيبتدوا ياخدوا قرارات عشان تبقى قرارات مرهميه فقط. يعني عيب. موسم 2021 تعال نبص عليه
ويمكن 19 20 تاني اهو. 2021 2021 اين 2021 تعرف بقى الايباد اهو. يلا يا عم يلا قبل ما اجود. نفس الكلام في حراسة المرمى، كان معاك في الدفاع نفس الناس تقريبا، ضفت عليهم بدر بنون وكريم فؤاد، اكرم توفيق. نص الملعب عشان ما بقاش بعيد، رجع لك محمد محمود اظن كان في اعاره ورجع، او كان في اصابه ورجع. حمدي فتحي، ديانج، قفشه، حسين الشحات، بقى في طاهر، زي ما احنا، كهربا، بيرسي تاو ولويس ميكيسوني، حسام حسن، صلاح محسن، محمد شريف. تقريبا نفس الاسامي بالاستثناء الكام اسم الجداد اللي انا قلتهم لك. ودي حاجه مثلا اقولها لك، لويس ميكيسوني ماذا اضاف للنادي الاهلي لويس ميكيسوني؟ يعني انت النهارده رحت تجيبه عشان موسيماني قال لك انا عايزه، وموسيماني في الموسم ده طبعا، ده الموسم بتاع القاضيه ومحمد مجدي قفشه وريني فايلر اللي مشي قبل السيمي فاينل، وجه موسيماني خد القاضيه وخد اللي بعديها، بس جاب لك ميكيسوني عشان قال لك انا عايزه ومحتاجه. طب ما هو لما يقول لك انا عايزه ومحتاجه مش تقدر تبص عليه؟ يعني من احلى الحاجات اللي سمعتها في التعديل والاصلاح اللي بيحصل في الاهلي حاليا، انه واتمنى تبقى صح، لان انت طبعا فاهم دلوقتي كله بيطلع كلام وكله بيقول واجتهادات والناس كله بيحاول يشوف شغله يعني، بس فكره ان انت تقرا انه كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول، ولو ده حقيقي يبقى شيء كويس يعني، واتمنى يبقى حقيقي، انه مفيش بعد كده لعيبه هتتجاب عن طريق الفيديو او السيديهات والشغل ده. لا، اتفرج على اللعيب وراقبه، اللي هو شغل سكاوتنج بقى مظبوط من الاخر يعني. اتفرج على اللعيب وراقبه، شوف احتياجاتي واشوف اللعيب ده يقدر يقدم لي ايه يعني، شغل بقى فاهم. وقال لك ان في شركه سكاوتنج عالميه او ايا كان، يعني الكلام اللي هو يبقى كبير ده، بس يعني المفروض ان يبقى في اسس مهنيه وعلميه ننقي اللعيبه بيزد اون ات، يعني بناء عليها ننقي اللعيبه. طب انت رحت جبت لويس ميكيسوني الوينج ده، انت ما كانش عندك وينج تحت تطلعه مثلا؟ وينج في قطاع ناشئينك كله ما عندكش وينج تطلعه؟ شيء غريب جدا. طيب كذلك بيرسي تاو، ولكن بيرسي تاو كان كواليتي كويس، انا كنت بحب بيرسي تاو الصراحه يعني. يمكن في حاجات غريبه عدت على الاهلي في عهد برضو بيتسو موسيماني، ان انا اجيب لعيبه من هذه البلاد. يعني يعني بيرسي تاو ده مثلا، انا ما افتكرش ان الاهلي جاب لعيب جنوب افريقي قبل كده. مين لو في حد الاهلي جابه قبل كده فكروني بس، فاهم؟ جيب لعيب جنوب افريقي يعني، بس كانت تجربه مش وحشه خالص يعني. بيرسي تاو اداك برضو في وقت شويه، بس الميكي والجيرالدو ليه يا جماعه؟ واي يعني؟ بسبب ايه؟ اليو ديانج هايل، حلو، جميل، استثمر فيه فلوس، استثمر في اجانب، ما عنديش مشكله، بس مش اي اجنبي يعني، مش اي يعني، خلي دي تبقى طب قصادها تجيب لنا لعيب كويس زي اليو ديانج، زي اجاي كده يعني، فاهم؟ حتى الان واحنا مرورا ب 18 19 19 20 20 21 في القوائم اللي قدامي، ممكن يبقى في حاجه ساقطه مني، قولوا لي برضو، ودايما ابقى حريص ان انا اقول لكم قولوا لي. مفيش ناشئ من الفترة دي تحت طلع لعب باستمرار. ممكن يبقى طبعا في ناس طلعت لعبت كده ومشيت ونزلت، بس مفيش حد لافت كمل مع الفرقة وبقى من ركائز الفرقة، زي ما كان رمضان طلع من تحت وكمل مع الفرقة شوية هو كريم بامبو. طيب نروح ل 21 22 21 22 ندور في الايباد يعني، عشان الصور اصل لما اتبعت ما علينا، قصه كده مش عايز اشغلكم بيها. اهو عايز واحده كمان يلا يا باشا اتفضل معايا، خش معايا، خش عليا. طيب 21 22 لا دول الناشئين بقى اللي طلعوا يعني. طب تعالى نبدا ب 21 22 الناشئين دول ظهروا فيهم كان مع مارتن لاسارتي على ما اتذكر، لو انا مش غلطان. محمد نصير مواليد 99 كان بيلعب 8 في نص الملعب في كاس الرابطه. محمد حمدي الملقب بميسي مواليد 2003 وصانع العاب. علي عمرو مواليد 2002 في المهاجم. احمد سيد عبد النبي وده انا فاكره مواليد 2001 في الباك يمين. محمد شرقيه مواليد 2003. ميدو نبيل صانع العاب. محمد اشرف بكري ظهير ايسر. حمزه علاء الوحيد اللي ما طبش من دول، يا كل دول طبوا،
الوحيد اللي اتبقى حمزة علاء في موسم 22 مش مارسيل كولر، ده اظن كان مارتن لاسارتي، وصححوا لي برضه يا جماعه معلش يعني للدقه وللتاكيد. 21/22 محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء زي ما قلت لك هو اللي كمل معانا نفس الناس تقريبا، مفيش حد جديد في خط الدفاع، وده صوت لولا لو انتوا سامعينه، برضه نفس الناس ما بقاش بعيد. عمار حمدي جالك في 21/22، ولو انا مش غلطان عمار ده في الاساس من تحت عندك، انا مش متذكر بقى هنا كان طلع من تحت ولا كان خرج بره، لا ده هنا كان جاي لك من الاتحاد. I am very sorry. بس هو عمار حمدي من ناشئينك على ما اتذكر. عمار حمدي من ناشئينك وراح الاتحاد، انت مشيته وبعدين رحت جايبه تاني. ادي عمار حمدي واحد. يلا بينا يلا بينا. نفس الكلام، بيرسي تاو، ميكيسوني، الشحات، طاهر، محمد شريف، حسام حسن، صلاح محسن، كهربا بس أعير في السنة دي كهربا، وليد سليمان، عبد القادر، وزياد طارق. زياد طارق جميل حلو. زياد طارق بتاع نص الملعب، وعمار حمدي شيء جميل حلو خالص قوي قوي قوي. وقول هنحسب معاهم يا عم، هنحسب معاهم ناصر ماهر، عشان ناصر ماهر كان طالع برضو قبل الحقبه بتاعت 2018 دي بسنين مش كتيره. هناخد 3 يا عم، هنحسبه يا عم معانا، هنحسبه معانا، يلا مفيش مشكله. 3. احمد عبد القادر رجع من الاعاره، الاهلي جاب تمام خلاص، وشيء جميل. وكان فيه هذا الولد مصطفى البدري ده، لا ده ما كانش من تحت، او كان من تحت وراح بره ورجع تاني. يا عم هنقول 3. تمام 21/22. نيجي في 22/23 حالا بالا حي ابو الفاصاد اهو، نفس الكلام. المنشاوي، اللطوفه، علوه، الشوبر، حمزه علقه، محمد عبد المنعم اللي اكتشفته صدفه بسبب كارلوس كيروش. ايوه كارلوس كيروش. محمد عبد المنعم كان في اعاره، دي بقى انا فاكرها كويس وكلنا فاكرينها، كان في اعاره لمودرن او فيوتشر وقتها اللي بقى مودرن دلوقتي. كارلوس كيروش لعبه تألق، الاهلي قال لك يا نهار انا عايز ارجعه، علاقتك كويسه بمودرن، رحت مرجع محمد عبد المنعم. ادي 5 أو 4. تمام. تعالى لي بقى عشان اللي جاي ده عوق. محمد مغربي المساك. وفي وقت ما قبل ده، تمام، او في نفس الفتره دي، بس لا اظن قبل ده بكتير، عمر فايد فينه. تمام. بس خلينا نقول مغربي يعني انت كان في 5 ناشئين حتى الان طلعوا في الحقبه اللي كانت مجلس الاداره ده مسؤول عنها. خالد عبد الفتاح جه في يناير. مين تاني؟ ما فيش حد جديد في نص الملعب. احمد نبيل كوكا 6. رأفت خليل 7. زياد طارق احنا حاسبينه من قبل كده، وعمار حمدي من قبل كده. احنا بنتكلم في 6 7. قول 7 يا عم الحاج. احفظ معايا ال7 اسامي. 7 اسامي او ما تحفظهمش مش مهم، خليهم 7 بالعدد عشان هنسأل هم راحوا فين دلوقتي. ماشي طيب تمام خلصنا. زياد طارق طلع اصلا مشي في الموسم ده او طلع اعاره، فتمام. 23/24 تعال نشوف مين. احنا كل ده بنتكلم في ايه؟ في 7 لعيبه صح كده يا معلم؟ طيب 23/24 7 لعيبه وهنتكلم عنهم، نشوف راحوا بقى في الاساس فين. طيب نفس الناس، بس شيل بقى علي لطفي في حراسه المرمى وحط مكانه مصطفى مخلوف. كريم الدبيس حلو جميل، بقينا 8. يا مسهل الحال يا الله. جه مروان عطيه للنادي الاهلي، ده جاي من الاتحاد، وتمام رضا سليم، كل الناس دي مش اهلي. مودست مودست وتاو تمام مفيش حد غير الراجل كريم الدبيس. بقينا 8 ناشئين. تمام. نروح ل 25 23 24 صح؟ كانت 23/24. نروح ل 24/25
24 25. طيب 24 25 25. طيب لا 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 لا، معلش طول بالك معايا شوية، الأسامي محشورة في الآيباد. 24 25. حلو، تعال نفس الناس في خط الدفاع بس اضاف عليهم اي عطية الله واشرف داري مثلا. طيب نقف هنا. 24 25 رحت جبت اشرف داري، فاهم؟ اشرف داري اللي دفعت له كل الفلوس دي كمساك، وكان عندي مغربي في السنين اللي قبلها انا مش عارف راح فين. شوف اهو حاجه ما اخترعتهاش انا يعني، حاجه اهي. طب انا مغربي ده وديته فين؟ بعد كده عرفت مش عرفت، هو مغربي وعمر فايد بقى قعدوا يتمطوحوا في اعارات في البرتغال وتشيك وحاجات كده و... واختفوا. طب انا ايه اللي خلاني اروح اجيب اشرف داري بالرقم ده؟ تمام. طب يحيى عطية الله النهارده يعني، دي دولارات، دي فلوس يعني. انا بكلمك في 2 اساسيين في منتخب المغرب، بس دي ارقام. ما عنديش مساك وباك ليفت في المنتخب، في الاهلي اعرف ان انا اطلعهم من تحت في الناشئين. ما دي برضو حاجه غريبه جدا يعني. نص الملعب اكرم توفيق، عمرو السولية، احمد نبيل، كوكا تمام، قفشه، امام عاشور. برضو امام عاشور انا رحت جبته. انا ما بقولكش ان الناس اللي انا جبتها سوبر ستارز او مش سوبر ستارز، امكانيات وحشه ولا حلوه، يا عم كويسين جدا طبعا. فانا ما عنديش حد في نص الملعب كنت اقدر اجيبه من تحت واطلعه ويبقى معايا في الاحداث، وان انا حد يبقى بنفس قيمه امام عاشور لما استثمر فيه. تاني ما بقولكش ان انا متضايق ان امام جه، سيبك من السلوك والفيديو والكلام ده موضوع طبعا امر مفروغ منه. انا بتكلم كرويا دلوقتي بما انه خلاص جه جامد وكل حاجه امام، بس ما عنديش انا ناشئ يقدر يبقى امام عاشور في المستقبل. ده برضو شيء غريب جدا. كريم نيدفيد كل ده لم يتطور، هل المشكله فيه ولا في الفرقه ولا في المديرين الفنيين ولا راجل ما حدش يهتم بيه؟ انتقدناه كم من الانتقادات مرعبه، بس في سؤال برضو ما بيتطورش. فالمشكله عند مين؟ المشكله عند اللاعب والمدير الفني والاداره، هي حته تايهه كده. وقدام ما زلت مش عارف تطلع فروت. اسامه ابو علي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، كله بقى جراديشار، اسامه ابو علي، ونجات وفراوده، مش قادر تطلع فروت. واخيرا وليس اخيرا السنه دي بقى 25 26 اللي انت رحت جبت فيها زيزو ومشيت اسامه ابو علي، وجبت فيها السنه اللي فاتت وجبت السنه دي بن شرقي، و رحت بقى جبت بقى، بص بقى، سيبك من بن شرقي وزيزو والتريزيجيه اللي انت جبتهم، وامام اللي عندك من السنه اللي فاتت. قول دول لعيبه انت عارف ان هم كويسين وتمام، يعني لعيبه اسامي كبيره وكويسين. وانا زي ما قلت لك في الحلقات اللي فاتت وفي الماتشات اللي فاتت وعلى مدار الدوري، اشرف بن شرقي هو احسن وينج عندك في فرقتك، احسن من تريزيجيه نفسه كواليتي وايز، وافيد من ناس كتيره جدا انت بتعتمد عليها بلا اسباب. ومش اشرف بن شرقي اللي يتغير مركزه عشان اي حد في الفرقه. الراجل ده لعب اوت اوف بوزيشن كتير جدا، ومع ذلك هو الاكثر مساهمه كاسيستات، او تاني اكتر مساهمات في الدوري. عايز منه ايه تاني؟ عشان بتقعدوا تقولوا شوكة وسكينة وعبد الحليم ومسرح شعره، الناس بتقعد تتريق عليه وبتاع. فليه يا جماعة؟ بجد والله يعني. بس تمام. محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحة، تمام. برضو حراسة المرمى ابتدت تخستح منك. رحت جبت مين بقى؟ مصطفى العش، رجعت بيكهام اللي هو من عندك اظن اصلا، ماشي. محمد شكري اللي كان عندك ومشيته، تمام. ياسين مرعي الزملكاوي، وده لا يعيبه خالص والله،
بس قصدي طب ما انت كده بتجيب من ناشئين الفرق التانية، طب ما انت يا عم محمد شكري ده من الاساس مشيته ليه؟ مش كان عندك؟ سيبته يمشي ليه؟ تمام. ونفس الناس مفيش حد جديد. بتاع احمد رضا جه، عمر الساعي. عمر الساعي موجود من قبل كده، من السنه اللي فاتت كمان، بس يعني عشان اعاراته كده هو محطوط في القايمه عشان كان لسه اظن دي القايمه قبل ما يتباع يعني. انسى عمر الساعي طبعا، واحمد رضا اظن اعاره، وبين رمضان وبتاع يعني برضه مفيش فيرود لغايه دلوقتي قادر تطلع. طبعا ان انت رجعت محمد شريف كده كده، برضه انت رجعته وخدت من جرى دي شر رقم 10 يعني. ليه برضه انت مش جايب لويس فيجو يعني؟ مع كامل احترامي، وانا كنت مع التجربه بالمناسبه مش عشان ما اكدبش، بس يعني في النهايه انا ممكن ابقى مع حاجه، بس انت اكيد كاداره اكيد المفروض يبقى عندك صوره اكبر مني انا كمشجع يعني. بس تمام. فين بقى الفيرود اللي انت المفروض تطلعه في كل السنين اللي فاتت دي؟ احنا استقرينا على 7 8 اسامي. في حاجات طبعا متاكد ان هي وقعت مننا لعدم كفايه الداتا الصراحه على السوشيال ميديا، والدنيا بتبقى ملخبطه وداخله في بعض، وبخاف المعلومات تبقى مش صحيحه، بحاول انتقي يعني. فلو في حاجه وقعت مني قولوا لي، بس اكيد في اسامي وقعت مننا. بس انا النهارده عمر فايد ده مثلا ما جبناش سيرته، تمام، زي مغربي كده. بنتكلم في 8 ناشئين على مدار ال8 سنين اللي جت فيهم الاداره المسؤوله عن النادي حاليا. هتقول لي يا عم ما هو قبل كده. قلت لك ايوه، قلت لك ما احنا من قبل كده واحنا وحشين في الناشئين، وانا قبلها ما كنتش بقى قبل كده ما كنتش بعمل كونتنت، وما كانش فيه سوشيال ميديا وما كانش فيه محتوى. فدلوقتي بقى فيه، هنعمل ايه طيب؟ أم... واللي يعنينا دلوقتي احنا في الحاضر بقى اللي عايزين نطور في دلوقتي. 8 لعيبه من 2018 لغايه 26 اهو. الثمانيه يكاد يكونوا مش موجود منهم غير احمد نبيل كوكا. دول اللي اقدر، ومحمد شكري، عشان ما بقاش راجل يعني ايه بتجنى. فاهم؟ عايز تحسب محمد هاني احسبه، ما عنديش مشكله. 3 لعيبه: محمد هاني، محمد هاني، محمد شكري، و... و... واحمد نبيل كوكا. 3. فين بقى انا زي ما كنت بقول لك عمر مغربي، مغربي، عمر فايد، محمد عبد الله بقى اللي انت طلعته اعاره ده. الرجاله بقى اللي طلعت تلعب في كاس العاصمه، ال 13 اسم اللي تعالى بس ابص لك عليهم كده ونبص عليهم مع بعض. حازم جمال، ابراهيم محمد، مهند الشامي، محمود لبيب، معاذ عطيه، بلال عطيه، ياسين عاطف، ابراهيم عادل، محمد رأفت، محمد زعلوك، محمد هيثم، كاظم ابراهيم، عمر سيد معوض. فين الرجال؟ احمد عابدين، حمزه عبد الكريم احترف، ومحمد عبد الله. طب احمد عابدين مثلا ومحمد عبد الله وبعد يعني راحوا فين؟ انا فاهم ان هم اعاره. طب يعني ما انا عمال محتاس بدور على وينج عشان اللي عندي اللي انا شاريهم بفلوس، في منهم عطلان. بدور على هاف، بدور على مساك، بدور على باك ليفت بقى. ولما دورت على باك ليفت في النهايه لفيت عملت ايه؟ ما انا لفيت ورحت جبت ابني محمد شكري اللي تألق في سيراميكا اللي انا مشيته. ما هو برضو الموضوع بيبقى فيه جزء، مش هقول لك بقى اهدار مال عام وهكبر لك المواضيع بقى وجع على صالك، بس بيبقى فيه عدم ترشيد للصرف يعني. فاهم؟ يعني اهدار مال عام بقى والقواضي والكلام ده موضوع تاني، بس بتاخد من ميزانيتي في الفاضي يعني. هو ده اهدار مال عام. انا قصدي انا مش هناقش انا الحته القانونيه دي مش بتاعتي، اللي عايز يروح يرفع يرفع، انا مالي. انا بتكلم كوره دلوقتي، ما انت بتاخد من الميزانيه بتاعت النادي اللي انا المفروض معتمدها لفرقه الكوره. ذا ماستر اوف سسبنس. زي ما بقول لك ان انت في النهايه بتمشي ناس ترجع تدور عليهم تاني. وزي برضو ما بقول لك، والشاعر العظيم بيقول: قلب في الدفاتر يا لولا تلقى الشعر بيحكي عنها. فاكر؟ لو ما كنتش قلتها لك فديني بقولها لك تاني او اولاني، ولو قلتها لك فديني بكررها عليك. فالنهارده بتتزنق، مين اللي بيشيلك؟ واحده واحده. لما ما كانش عندك باك ليفت بعد علي معلول، مين اللي شالك؟ نكرر ونقول ونعيد ونزيد: احمد نبيل كوكا، حتى ولم يكن مش عاجبك بتاع، بس كان بيلعب وعلى الاقل سد خانه، هو اللي شالك، لجأت له. تمام لولا قالت لك ايه؟ طيب المنشاوي لما خستع شوبر شالك، صح؟ رامي ربيعه في وقت من الاوقات كان هو اللي شايلك في السنتين اللي لعبهم
رغم انه قعد كتير قوي مصاب والاهلي شاله، بس في الاخر اداك سنتين ثلاثه كويسين. طيب في نص الملعب عندك كريم ندفد، اختلفت او اتفقت عليه في وقت من الاوقات كنت بتلجأ له، كان يقول لك حسام البدري وحبيب حسام البدري و فاللي انا عايز استشهد بيه انه انت في النهايه اللي بيشيلك ولادك. تريزيجيه طبعا لفيت ولا راي محمود العسيري، لفينا كتير لفينا ولا زي الناس دي لقينا. اهو تريزيجيه هو اللي شايلك دلوقتي، هو اللي انت بتعول عليه. فتلاتة أربعة، وممكن يبقى في ناس منهم ساقطة، في ناس لسه ساقطة. محمد هاني طبعا تمام، في ناس ساقطة من دماغي أكيد، بس في النهاية لما دورت في أساسك لقيت ناسك، وهلا هلا يا عبد الله يعني. فأنت محتاج ترجع تاني تدور وتبص وتشوف قطاع ناشئينك ظروفه إيه. مش كل واحد هيعتزل كرة القدم تروح تمسكه فرقة تاني. يعني أنا عارف إن أنا ممكن في حاجات أبقى قلتها مرة واثنين وثلاثة وأقولها أربعة وخمسة وستة عشان الناس تبقى عارفاها وواصله لها، ولو أنت بتجري في الحلقة فتخبط في الكلام كل شوية هو فيبقى وصل لك المعلومة. كامل احترامي للكابتن وليد سليمان، بس يعني الناتج هو جهازه الفني وجهازه المعاون أضافوه. مش لازم ان انا ابقى بكسب بطولات في الناشئين والبراعم، مش ده الهدف خالص. هدف ان انا اعد نشء واعد اجيال تشيلني قدام. وزي ما كلنا شفنا البرازيل وغانا كاس العالم 2009 في مصر. انا حضرت الفاينل ده، مصر كانت خرجت من دور ال 16 من اظن ساعتها كوستاريكا. رحت انا اتفرجت على فاينل غانا والبرازيل في كاس العالم 2009 للناشئين في مصر او للشباب. دول اللي كبروا ولسعوك في 2014 تصفيات كاس العالم الكبار بقى، دول اللي لسعوك 6-1. ده الجيل، فقعدوا يعدوا جيل من 2009 لغايه ما كبر 2014. بعد كده غانا لوشت وما عملتش احلال وتجديد وفضلت معتمده على الناس عواجيز، واظن خيشت في كام حاجه بس مش متابعهم يعني، بس خيشوا انا فاكر. بس قعدوا جيل، فاهم؟ فانت محتاج تعد اجيال تشيلك. لو لقيت اي معلومه متكرره في الحلقه اعرف ان ده عن عمد، اعرف ان ده من اجل تثبيت المعلومه في الدماغ. اعرف ان انا عايز اوصل لك الكلام بكل دقه يعني، وحاجه بايخه ان انا اعيد الكلام، بس معلش يعني استحملني. انا عمر زايد ودي الواحد 24 اتش دي. هنتقابل في حلقات تانية مكملين على اليوتيوب والاستمراريه. ملخص الجوله جاي باذن الله عشان الفرقه ترجع تلعب تاني ان شاء الله. هنعمل حلقه عن مجموعه الهبوط، نشوف اخر التطورات فيها ايه قبل ما نبتدي نتكلم بقى بعد كده عن مجموعه البطوله باذن الله. اشوفك على خير باذن الله.